مرحبا بكم في نيوز لاين آر. قبل أن نبدأ، تأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد من عالم الكرة الجزائرية والعالمية. اليوم نروي لكم قصة شاب اختار أن يكتب التاريخ بقلبه قبل موهبته. قصة إلياس زيدان، اللاعب الشاب لنادي ريال بيتيس الإسباني، الذي أعلن رسميا اختياره تمثيل المنتخب الوطني الجزائري. إلياس ليس مجرد لاعب عادي، فهو رمز لمزيج من الموهبة، الانتماء والطموح الكبير. منذ ظهوره الأول في الملاعب الأوروبية، أظهر قدرات استثنائية في التحكم بالكرة، الرؤية التكتيكية، وسرعة اتخاذ القرار، وهذه الصفات جعلت منه لاعبا استثنائيا قادرا على صنع الفارق في أي مباراة. لكن اختيار إلياس اللعب للمنتخب الجزائري يحمل بعداً أعمق من كرة القدم. إنه قرار قلبه وروحه، رغبة في ربط موهبته بهويته وكتابة قصة جديدة مع الخضر، حيث يشكل كل تمريرة وكل تدخل وكل تصد لحظة فخر لكل مشجع جزائري. الجماهير الجزائرية لم تصدق الخبر في البداية. الإعلام العالمي بدأ يراقب اللاعب عن كثب، والمحللون الرياضيون وصفوا هذا القرار بأنه لحظة تاريخية للكرة الجزائرية. فالمنتخب الوطني الذي طالما اعتمد على المواهب المحلية، أصبح اليوم قادراً على جذب أبناء الجاليات الجزائرية في أوروبا، ما يفتح الباب أمام جيل جديد من النجوم الذين سيحملون القميص بكل شرف. تخيلوا معي كل مباراة قادمة للمنتخب الوطني، إلياس على أرض الملعب، قوة وسرعة ومهارة، مع لمسة عاطفية خاصة. قميص الجزائر على صدره هو أكثر من مجرد شعار، إنه رسالة انتماء وفخر لكل جزائري حول العالم. المدربون في الجزائر بالفعل بدأوا التفكير في استغلال إمكانيات إلياس بشكل استراتيجي. خبراء كرة القدم يرون أن وجوده سيعزز الدفاع والهجوم في الوقت ذاته، لأنه يمتلك ذكاء تكتيكيا فريد وقدرة على خلق الفرص حتى في أصعب المواقف. لكن القصة لا تتوقف هنا، فهي ليست مجرد مباراة أو هدف، إنها بداية عصر جديد للكرة الجزائرية، عصر يكتب فيه اللاعبون قصصهم الخاصة، ويثبتون أن الانتماء والهوية يمكن أن يكونا أقوى من الشهرة الأوروبية والمكافآت المالية. الجماهير الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي عبرت عن حماسها غير المسبوق، ووصفوا إلياس بأنه النجم القادم الذي سيضيء المناعب ويحمل راية محاربي الصحراء بفخر واعتزاز. أصدقائي، ما شاهدتموه اليوم ليس مجرد خبر عن لاعب واحد، بل بداية فصل جديد في تاريخ الكرة الجزائرية. إلياس زيدان اختار الانتماء، اختار الهوية، واختار أن يكون جزءاً من قصة الخضر. لكن هذه ليست النهاية. في الواقع هناك لاعبون جدد قرروا أيضاً تمثيل المنتخب الوطني الجزائري، وقريباً سنكشف عنهم ونروي قصصهم الملهمة في الفيديو القادم على قناة نيوز لاين آر. لذلك لا تفوتوا أي لحظة من هذه الرحلة المدهشة. اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات لتكونوا أول من يعرف كل جديد عن هؤلاء النجوم الجدد وعن كل مفاجآت الكرة الجزائرية القادمة. تذكروا، هنا على نيوز لاين آر نحن لا نقدم الأخبار فقط، نحن نروي لكم قصص الأبطال، اللحظات الملهمة، وكل ما يجعل قلب كل جزائري يرفرف فخرا واعتزازا.